السلام عليكم اخواني، شلون الصحة؟ اليوم حبيت يعني انصح نصيحة خصوصا لطلاب العلم الشباب وكذا اللي يحبون يقرؤون بالدين مثلي يعني. صراحة يجب الابتعاد عن اثنين، اكو اثنين لا ثالث لهما، يعني ابن القيم وابن تيمية. طبعا هذا الفيديو يعني راح يفاجئ هواية ناس. نعم، ابن القيم أنا أعتبره يعني عن تجربة تاجر دين، وأسلوبه معقد جدا ويدخل بتفاصيل ما لها لازم يعني. لهذا يعني يعني أنا حاولت أقرأ له وقرأت له شوية وبعدين ذبيته، يعني تعقدت جدا. وثاني شيء ابن تيمية هذا يعني متعصب جدا ومتزمت، يعني متعصب جدا ومتزمت جدا، وما يمثل الدين اصلا. يعني اذا هذا الاعتدال اللي هو احنا ديننا حث عليه وامرنا به، وهذا مثلا التعصب وهذا التزمت، مرحلة التكفير وكذا وهالسوالف، هذا التزمت. عكسه المقابل هو الإلحاد، يعني اكو ناس ملحدين، فاحنا لا هنا ولا هنا، احنا بالنص يعني، لا هيك ولا هيك. والحقيقة ردت أقول فد شغلة ونسيت. المهم يعني يجب الابتعاد عن ذول الاثنين. أنا ألاحظ بعض يعني أكو مثل الترند أو ضجة بالدول العربية، الشباب يقرون ابن القيم وابن تيمية، ومن كثر ما متزمتين هالنوع من الكتب، الإنسان يعني لا شعوريا هم يتزمت ويتعصب وكذا، ويعني لا تعصب في الدين يعني. فهذا اللي حبيت أنقله من تجاربي، لأن احنا ديننا حنيف وروح ورحمانية، وهاي الغلظة بالدين ما لها أساس أصلا يعني، وهاي غلط يعني. هاي الموجة اللي الشباب تروح لابن القيم، اللي ردت أقوله أنه الرسول عليه الصلاة والسلام والإمام علي وكذا يقول لك يعني خذ الحكمة ولا يضرك من قائلها. يعني إذا فد واحد حكى فد شغلة حكيمة أو قوله وكذا ناخذها، إذا أفادت تفيدنا ناخذها، عسى من غير مسلم. عرفت شلون؟ خذ الحكمة ولا يضرك من قائلها. عرفت شلون؟ فهاي الحقيقة ردت أنبه عليها. يعني احنا مو أي واحد عنده معلومة تفيدني اليوم أنا أخذها، قد يكون عنده أقوال أو معلومات ثانية ما تفيدني ما أخذها. هذا بس. تحياتي، شكرا جزيلا، السلام عليكم.